خليكي ام جديده يتعمل لك 1000 حساب. خليكي ام ان بنتك او ابنك لما يغلطوا يبقى عارفين عقابهم في البيت هيكون ايه، عشان يفكروا 1000 مره قبل ما يغلطوا، قبل ما يعملوا الحاجه الغلط. خليكي ام جديده حتى اصحابهم هيعملوا لك 1000 حساب. انما انت لو كنتي ام لينه بتيجي في الكلام معاهم عادي، بتداري عليهم لو عملوا حاجه غلط، اول واحده هتدفع تمن ان هي بتداري على ابنها او بتداري على بنتها او بتخبي على الاب كل حاجه بتحصل، انت اللي هتدفعي تمنها. خليكي ام قبل ما يفكر يغلط او قبل ما تفكر تغلط تبقى عارفه ماما هتعمل ايه، تبقى عارفه او يبقى عارف رد فعل الام ايه، مش الاب بس. لا، الام، لان الام اللي بتربي، الام اللي بتعرف الغلط قبل ما الاب بيعرفه. انت اللي بتبقى عارفه ابنك بيعمل ايه، انت اللي بتبقى عارفه بنتك او ابنك قبل ما يغلطوا، او لو حتى غلطوا، قبل ما يكذبوا او لو حتى كذبوا. انت اللي بتبقي عارفه كل حاجه، انت اللي بتتحاسبي على التربيه مش الاب. لان انت مجرد اي حاجه بتحصل بتقوليها للاب يبقى انتوا الاتنين كده مشتركين في التربيه. انما انت مش كل حاجه بتداريها وبعدين تقولي طب ما انت كمان ربيت معايا. لا يا حبيبتي، ما يبقاش ربى معاكي، انت تبقي خبيتي عليه كل حاجه وبعدين تقولي له لا انا ما ربيتش لوحدي. ما ينفعش، ما ينفعش الاب ما يعرفش، ما ينفعش ان انت تكوني ام لينه. طبعا الحنيه لازم تكون موجوده، طبعا ان انت لازم تدي مساحه، ان لو غلط او لو غلطت ان انت ممكن تصلحي معاهم، بس لازم الاب يكون في الصوره. ايوه ده لازم يكون موجود، بس لازم تكوني ام جديده بيتعمل لك حساب، عارف ان لما هغلط هيبقى في عقاب، عارف ان لما هغلط ماما هتقول، ماما هتتكلم، ماما مش لما اغلط ماما هتداري عليا، ماما هتصلح ورايا. لا، انت اللي هتدفعي الثمن قبل ما هو يدفع الثمن من سوء تربيتك. انت كمان هتدفعي الثمن مش هو بس. فخليكي ام قويه يتعمل لك 1000 حساب.